يلتقي المنتخب المغربي نظيره المنتخب الفرنسي اليوم الخميس 9 من يوليو عام 2026 في مواجهة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا الشمالية. المباراة تمثل تكرارا لنصف نهائي مونديال قطر 2022، وتأتي هذه المرة بطموحات متجددة لأسود الأطلس أبطال إفريقيا لإقصاء فرنسا ومواصلة كتابة التاريخ. تفاصيل وموعد المباراة: التوقيت: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. الملعب: ملعب بوسطن جوليت ستاديوم في الولايات المتحدة. القنوات الناقلة عالميا: شبكة فوكس الرياضية وعبر منصة فوكس وان الرقمية. وضع الفريقين والجاهزية: المنتخب المغربي تأهل الأسود إلى هذا الدور بعد أداء مميز في دور المجموعات وإقصاء هولندا، ثم الفوز العريض على كندا 3-0 في ثمن النهائي. يعيش النجم عز الدين أونحي حالة فنية ممتازة بعد تسجيله ثنائية أمام كندا، بجانب تألق إسماعيل صيباري الذي تحوم شكوك حول جاهزيته الكاملة بسبب إصابة عضلية خفيفة. المنتخب الفرنسي يدخل وصيف النسخة الماضية كأبرز المرشحين للقب بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية، وكان آخرها الفوز الصعب على باراغواي 1-0. يقود الهجوم الفرنسي كيليان مبابي متصدر صراع الحذاء الذهبي ب7 أهداف، مما يضع خط دفاع المغرب بقيادة أشرف حكيمي أمام اختبار حقيقي لإيقاف خطورته. المواجهة تعد بصراع تكتيكي كبير، خاصة مع تطور أسلوب لعب المنتخب المغربي وقدرته العالية على الاستحواذ والبناء الهجومي بوجود أسماء شابة مثل أيوب بوعدي ونائل العيناوي.